كلها بتعلم الادب وتشغل الانتظار ويمشوا على 30. بالظبط كده حضرتك، يعني الانتظار برضه حاجه كويسه مش وحشه. بشكرك دكتور وحيد سعودي خبير الارصاد، كل الشكر. طبعا انا النهارده المفروض اقول الشكاوى، الناس عندي شكاوى كتير قوي. يعني معظم الشكاوى اللي جالي عن التموين، وانا احنا بعتنا للدكتور عمرو اللي هو مستشار وزير التموين للمعلومات والرد على الشكاوى، وقال انه هيتواصل مع الحاجات اللي احنا بعتناها له. لكن برضه مفيش مانع اي حد عنده شكوى عن اي شيء تموين او غير تموين يتواصل معنا. حسام ممدوح باعت لي: ارجو من حضرتك القاء الضوء على قريه كفر الضبعي مركز العياط جيزه، استغاثه للسيد وزير الصحه بخصوص المياه لا تخرج من تحت المنازل ولا ندري من اين تاتي، هل من خطوط المياه ام من جوف الارض؟ هو ده ملوش علاقه يا حسام بوزير الصحه، دي محليات، دي محتاجه انك تروح للمحليات. كرم البوصيلي باعت لي فيديو سكب خزان 20 ممتلئ بيحتوي مجاري في مياه الترعه. معانا الفيديو ده يا شباب. كرم البوصيلي مصور الفيديو اهو قدامكم، بيقول خزان 20 متر ممتلئ يحتوي مجاري في مياه ترعه نهر النيل، وده مستخدمي عربيات الكارو، ده الكسح يعني. المكان حسينيات ابو تشت قنا يا محافظ قنا. رئيس وحده محليه دشنا محافظه قنا محمد عبد الحفيظ ابو الفضل. اتمنى من الاستاذ ابو الفضل رئيس الوحده المحليه الاهتمام بهذا المشهد القذر. آية فتحي: الأستاذ المحترم محمد لطفي برجال مساعدة في حالة شخص أجهز عليه المرض بالضمور تنفع عضلات الجسم كاملة وكل محتوى كرسي متحرك ببطارية مساعدة شهرية. طيب آية فتحي هنتواصل معاكي، بس ابعت لنا بس يعني ما يثبت الحالة اللي أنت بتتكلمي عنها. سما بتقول: السلام عليكم، أنا في سنة 5 ابتدائي، عندي مستر اسمه أشرف مستقصدني عشان مش باخد معاه درس. أنا عايشة مع جدتي وبابا وماما منفصلين، وماما متجوزة وبابا متجوز، وأنا عايشة مع جدتي، ظروفنا المادية ما تستحملش ان اخد درس معاه، هو مش مقدر كده، يا ريت تردوا عليا. وكاتبه اسمه يا حبيبتي، 5 ابتدائي. ارجو الرد من فضلكم. وبتقول انا مش هزق وابعت لكم كل شويه. يا آية يا سمسم، قصدي هي اسمها سما سمسم. سما انا بشكرك على جرأتك، بس حطي تليفونك علشان هنتواصل معاك. ابعت لنا تليفونك على الصفحه. انا بشكرك، يعني طفله 5 ابتدائي بتشتكي انه المدرس مضطهدها، وبتقول بابا متجوز وما متجوزه، انا عايشه مع جدتي وفي حاله والله قطعت قلبي. ام كمال: هنبحث موضوع الشكوى بتاعه التموين. برضو ست سماح بعت تموين، عم عبد الله، ابو احمد، ام احمد، كتير قوي باعتين على موضوع التموين. علاء السيد باعت بيقول قريه البلوز بدون صرف منذ 2008. ما هم بيعملوا البنيه التحتيه يا علاء دلوقتي. ايمان عمرو: اسمح يا استاذ، احنا عايزين حد يشيل السوق من هنا. صوريه يا ايمان ارجوكي. معانا صوره؟ طيب اخد مين؟ محمد من المنوفيه. محمد اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا بيك، اتفضل يا محمد. اهلا بيك، الله يخير. انا حضرتك 4000 اسره قريه 100 خلف شبين الكوم منوفيه. مستلمين ارض توسع سكني من سنه 69 من الاصلاح الزراعي، وقدمنا كراسات الشروط ودفعنا المقدمات والاقساط ومسجل بسجل جمعيه الاصلاح الزراعي، وكنا بنتحايل عليهم من 35 سنه علشان ياخدوا باقي الاقساط، يقولوا لا. دلوقتي حاليا فوجئنا بانهم قدروا لنا 500 جنيه المتر و950 جنيه المتر. وبرضه حضرتك فوجئنا ان سواء مدير الهيئه ب 50 جنيه، ابوه ب 20 جنيه، موظفين الاصلاح الزراعي ب 3 جنيه وب 5 جنيه. مين اللي بيقرر ده يا استاذ محمد؟ اللجنه العليا يا باشمهندس، اللجنه العليا بيه، لجنه الاراضي يعني. ومعانا حضرتك المستندات كامله بكل ذلك. حلو قوي، بعد اذنك ابعتها لي على الصفحه واحنا هنتواصل مع محافظ المنوفيه الدكتور هشام عبد الله مع مدير الهيئه حضرتك، لان طبعا كده محددنا يعني سواء مدير احنا عندنا برضو، لا احنا هنكلم لك برضو اعضاء اللجنه، لانه يعني المتحدث باسم اللجنه بيتواصل معانا في هذه المشاكل، بس ابعت لي المستندات ارجوك. طب حضرتك انا عملت استغاثه يوم 14/11 من السيد رئيس الجمهوريه، فوجئت حضرتك مسؤولين الاصلاح الزراعي دول خلي الاستغاثه تنفعكم. يعني شوف حضرتك وصلت لدرجه ايه؟ بص، هم في بعض الموظفين للاسف بيتجبروا، مش عارفين ديتها،
بس في الاخر لن يصح الا الصحيح يا محمد. ابعت لي بس المستندات وربنا يسهل. اخد عبد الله من الشرقيه. الو حنان من الدقهليه. حنان اتفضلي. أيوة. اتفضلي يا حنان. عليكم السلام. اتفضلي. ازيك يا استاذ محمد؟ اهلا بيك. اتفضلي. كنت عايزه اشتكي لك بس شكوى بالنسبه للبنسلين ممتد المفعول. مين يا فندم؟ البنسلين ممتد المفعول. البنسلين ممتد المفعول ماله؟ مش موجود طبعا. وازاي حضرتك مش عارف ان هو ممنوع بقاله فتره، مش عارفين نوصل له. وانا ليا اخ شغال في الاداره التعليميه، تعبان من رجله، فيها شرايين مقفوله، المفروض ان هو له عمليه يعملها. الدكاتره قالوا ما فيش مفر دلوقتي ان هو ياخد البنسلين ممتد المفعول. فكل ما نروح صيدليه مش لاقيينه يا استاذ محمد. وبالنسبه للعلاج الكيماوي، انا بتعالج، عندي ورم في المخ في قاع المخ. الف سلامه عليكي. الله يسلمك. رحت طبعا في دكاتره طبعا ما بيفهموش اي حاجه هنا في الكلينيك. كان الدكتور خالد الكناني مخ واعصاب قرر ان انا اعمل عمليه في المخ، ان هو يفتح لي على الورم ده. طبعا المفروض ان انا ما اعملش، ما افتحش اصلا على الورم. المهم ولاد عمي دكاتره في مصر حولوني لمركز الجامعه نايف. عملت 3 جلسات اشعاع. طبعا بيكتبوا لي كل علاج كيماوي، عملت جلسات واكمل كيماوي. ايه المطلوب يا حنان مننا؟ المطلوب ان انتوا توفروا العلاجات اللي هي يعني ممكن انا ممكن جزء متيسر ومعاه فلوس ان هو يقدر يدفع، لكن في علاج احنا مش قادرين نجيبه. طيب ممكن ابعتي لي طب بعد اذنك ابعتي لي بس نوع الدواء ده او العلاج ده، واحنا هنتواصل مع وزاره الصحه. مين تاني؟ بدر من الغربيه. اتفضل يا بدر. بدر قطع. طيب عايز اقول لكم بس بمناسبه الطفل امبارح، الصوره بتاعت الطفل نسيت اقول لك عليها حمدي والله، اللي احنا زعناها، اللي هو عايز يتبرع بكليته عشان جدته. الحقيقه جالي ناس كتير ومنهم حتى مدير مركز البحوث الزراعيه في كفر الشيخ، عندهم استعداد ان هم يساعدوا هذا الطفل. فانا ارجو يعني لو حد سمعني يتواصل للطفل ده، لان احنا يعني حاولنا نصل اليه، التليفونات اللي عندنا كلها ما بتردش. الطفل اللي قال انه هيتبرع بكليته علشان جدته عيانه هي اللي ربته وهو عايش معاها، هذا الطفل احنا بنقول له احنا هنتكفل بجدتك. وفي ناس كتير جدا تاثرت بالحاله. الصوره بشكرك جدا يا حمدي. صوره هذا الطفل اللي يعرفه يا جماعه من قرايبه من جيرانه من القريه يبعت لنا رقمه او يتواصل معانا، لان في الحقيقه متبرعين كتير عايزين يتكفلوا بحاله جدته وهو ما يتبرعش بكليته. طبعا الرساله اللي كتبها كانت مؤثره جدا جدا جدا. الضيوف وصلوا يا استاذ حمدي؟ طيب طبعا النهارده 4 اشخاص اصابه 39 في حادث سيارات. النهارده الطرق صعبه جدا جدا جدا. النهارده برضو ايقاف استاذ متفرغ للاسف، يعني متفرغ ده يعني كبير باداب المنصوره واداب، استاذ في كليه الاداب ما عندوش اي اداب، لانه اتهم انه بيتحرش بالطالبات، وفي طالبه الوحيده اللي تجرأت وكتبت شكوى تفصيليه ضده وقدمت ما يثبت انه كان بيتحرش بالطالبات. تم ايقافه النهارده في اداب المنصوره. رئيس الجامعه الدكتور محمد حسن القناوي النهارده تم ايقاف هذا الاستاذ عن العمل لمده 3 شهور لحين التحقيق في واقعه اتهام باحث الدكتوراه له بيتحرش بيها من اجل ان ينجز لها الدكتوراه. يعني ما ينفعش يا جماعه، ده بيت العلم والادب.